يا صباح الفل. جوزي حبيبي رجع بالسلامة الحمد لله، وانا مبسوطة جدا ان هو رجع ورجعنا معاه بيتنا وكده، فقلت ادلعه. فعملت له بقى فرخة بلدي من فراخ ماما، وهعمل له كوسة وملوخية ناشفة. قلت اكله بقى اكل مصري اصيل. تمام. ف احنا بنعمل الكوسة يا جماعة بتومة، ما بعملهاش ببصلة، بحسها تقيلة كده، مع ان بتعملها ماما تحفة، بس انا بحسها تقيلة ما بعملهاش كده. فبعد ما شوحت الكوسه تشويحه حلوه في معلقه زيت، نزلت بحته تومه وقلبتها شويه لما التومه حمرت، ونزلت بحبه صلصه من صلصه ست الحبايب، ربنا يديها الصحه يا رب. وبهاراتي كزبره وكمون وفلفل اسمر، بهارات بحطها لكل اكله دي يعني، بحطها في الطبيخ. تمام، ما بزودش اي بهارات عليها. وعايزه اقول لكم ان الاكل بيطلع كلمه تحفه قليله. وادي بقى الاكل ملوخيه ورز، وحمرت الفرخة بتاعت ست الحبايب بسمنة بلدي بقى، احنا قلنا هندلعه. بس وده بقى كان الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنسونيش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكوا يا حبايبي كل جديد. نتقابل فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة يا غاليين.